شو مع هذيك الهريسة، شو مع شوية متاع كسرة معجونة، والله روعة. هريسة تونسية صنع منزلي، وصفة ولا أروع. السلام عليكم ومرحبا بكم على قناة حكيم فود. كما راكم تشوفوا اليوم عندنا الفلفل الأحمر باش نديرو هريسة، الهريسة التونسية. كما تعرفوا أنا نسكن في تونس ونتواجد في تونس، قلت علاش ما نديرلكمش الهريسة التونسية على أصولها. كما راكم تشوفوا جبنا شوية متاع فلفل حار أحمر وزدت معاهم شوية هذايا حار يكوط. المهم باش ندير لكم اليوم هريسة حارة. تبعوا معنا الوصفة راح تعجبكم بزاف. المرة اللي فاتت درنا وصفة البوفرجوخ اللي لقات تفاعل كبير من عندكم. اليوم قررت زاد ثاني ندير لكم الهريسة التونسية كما راكم تشوفوا فيها. ان شاء الله تنال اعجابكم. ما تنساوش ديروا لنا جيم وبارطاج وحفظوا الفيديو وتابعوا معنا الوصفة راح تعجبكم، وراح تلقاوها حتى في رمضان وفي بقية الايامات. هاي السلام عليكم. كما تشوفوا اول حاجة نغسلوه الفلفل متاعنا مليح باش هذاك التراب اللي فيه والاخر كل يتنحى. كما تشوفوا خليوه مليح، فوالا ما يحتاجش بزاف نتاع الاورجيس هكا برك وفي الماء. فوالا كما راكم تشوفوا ديجا كفاه ولا نضاف خلاص. التراب اللي فيه هذاك كل تنحى. خاوتي الوصفه راح الفيديو كما نقولوا راح يكون شويه طويل بصح تستفادوا فيه، وكما نقولوا تديو الحاجه على اصولها، ماشي هذيك تاع ليه. ماذا بيا نوريكم كل شيء على اصوله. شوفوا ديجا التراب كفاه تبدل الكولير نتاعو. فوالا كيف هكا نغسلوه مليح ونصفيوه ونعاودو نرجعو. هنا كما تشوفوا خاوتي من بعد ما غسلناه حطيناه لهنا نحى هذاك الماء تاعو كل. دركا نبداو نقصو فيه. هنا نبداو نقصو فيه كما نقولوا نحيولو الراس هذا اللي هنا. فوالا نحيولو الراس نقسموه على زوز هكا ونحيولو هز الزريعه اللي لهنا. كاين اللي يحب يخليها كما انا ما نحبش نخليها، نخلي شويه بس ما نخليش الدرجه هذيك كبيره بزاف. كما قلنا نقسموه على زوز. فوالا كيف هكا ونكملوا كل الفلفل تاعنا كل نكملوه بالطريقه هذه. لا خاوتي هنا كملنا نقيناه كل شي ونوصيكم ديروا بالقون، اقسم بالله حار يقتل. المهم نشوف راس ثوم على كيلو فلفل حار هنقشروهم بعد نحطوهم مع بعضهم. كما قلنا هذا الراس نتاعنا نتاع الثوم نحطوه لهنا. فوالا كيف هكا. من بعد خاوتي نهزوه ونحطوه فوق الكسكاس اللي كنا ديجا شعلنا عليه، نغطيو عليه من الفوق ونخليوه حتى من بعد كي نوليو نهزو الثوم تاعنا كي نلقاوه ذايب كيما نقولوا طلع معنا خلاص هو الفلفل. الوقت هذاك نحبسو عليه. هنا خاوتي من بعد تقريبا فات 45 دقيقة نجيب ونشوفوا الفلفل نتاعنا. شوف كي يعود الثوم تاعكم هكا ديجا ذايب هكا والاخر عارف باللي سي بون راه طابت معنا حتى من الفلفل طاب معنا مليح. دونك لهنا نحيوها ونخليوها ترتاح تستقدر باش الماء هذاك اللي نتاع لافابور كل يتنحى منها. كما قلنا نجيبوها درك نحيوها من الداخل نتاعنا ونجيبوها ونحطوها مثلا هنا نخليوها كما نقولوا تستقطر مليح. ديجا كما راكم تشوفوا كيفاش الماء قاعد يسيح منها. هذا الماء كل ما نحتاجوش خليوه لهنا، خليوه تستقطر على راحتها حتى ساعة ونص ونعاودو نرجعوا لها ونكملوا الوصفة نتاعنا. خاطر من المهم جدا انه نتخلصوا من الماء هذاك كل، خاطر الماء هذاك يقعد يولي يفز لنا من بعد الهريسة وتولي ما تطولش معنا بزاف. من بعد ما فات ساعة من زمان شوفوا خاوتي الماء اللي نزلوا معنا هذا الماء كل كان يفز لنا الهريسة نتاعنا كان خليناه. دونك دركا كيف هكا نهزو نجيبو لاشوار تاعنا ونعبيو لاشوار ونرحيوه. كما قلنا نجيبو لنا في لاشوار
نحطوه كل كيما نقولوا. فوالا نحطوه لهنا في لاشوار. فوالا كيف هكا. ولانا انا باغ اكزومبل نزيد نحط 3 سنات ولا 4 سنات نتاع ثوم. الثوم نزيد يعطيه بنه مليحه خلاص. بون لانا من بعد ما رحيناه شوفوا ما شاء الله كيف جات معنا. فوالا هذه التكستير اللي نحب عليها كيما نقولوا. شوفوا ما شاء الله. دركا بقالنا انه نداويوها. ما تحتاجش بزاف دواوات، جوست ملح ونحطوا لها التابل والكرويه ونخلطوهم مع بعضهم. واهم حاجه زيت الزيتونه. اللي يسقسيني باغ اكزومبل ديما يسقسيوني يقولوا لي التابل وش هو. التابل هو الكزبر، فهمتوا كيما نقولوا حنا بالجزائري الكزبر. هذاك هو التابل. فوالا نجيبو لهنا نحط لها شويه تابل. فوالا نزيدو لها شويه ثاني نتاع كرويه، ما نكثروش. هذا بطبيعه الحال نزيدو لها الملح حسب الرغبه. كاين اللي كيما نقولوا يحبها مالحه، كاين اللي ما يحبهاش مالحه بزاف. نتاو كيفاش دير. ومن بعد خلطوهم هذوما الكل مع بعضهم كيما راكم تشوفوا. كيما تشوفوا حاجه سهله ما تديناش بزاف نتاع وقت وبنينه. حاجه نتاع الدار مي كيما نقولوا مش كونسيرف، ما فيهاش المواد الحافظه هذوك. فوالا كيما تشوفوا والله الريحه اللي راهي طالعه خاوتي ما نحكي لكمش. شوف هذيك التكستور وهذيك البنه، الريحه ما نحكي لكمش ما شاء الله. درك نزيد لها شويه برك نتاع زيت زيتونه. بون عندي شويه زيت زيتونه لهنا، ما نكثروا لها شويه برك هكا باش ما تجيناش مدايره بزاف. من بعد الوقت اللي نبغاو نسربيوها الاخر اللي حاب يزيد لها شويه زيت زيتونه يزيد لها عادي نورمال. فوالا هكا كيما راكم تشوفوا سهله وبنينه ما نحكيلكمش والله. خير من نتاع البايطه هاك اللي نشريو فيها ما تعرفهاش اسكو متريه الفلفل نظيف موش نظيف مغسول مش مغسول. هذه يا خويا دير هريستك في الدار تمشي لك مع الماكلات الكل وحاجه نظيفه وتعرف وش راك حاط فيها. شوفوا ما شاء الله شوف والله روعه بنينه مش نورمال. بون هنا نجيبو نبداو نعمرو فيهم. هذا من بعد هذوما نكونوا عقمناهم ديجا في الماء ونبداو نعمرو فيهم كيف هكا. لا من بعد ما نعمروهم نجيبو لهم نحطو لهم شويه الزيتونه من الفوق كيف هكا. نغطيهم بالزيتونه ما نكثروش بزاف. سي بون هكا نقدروا نحتفظوا بهم. فوالا هكا نسكروا عليهم ونخليهم في بلاصه تكون بارده كيما الفريجيدير الاخر. هاكم تشوفوا ما شاء الله كيف خرجت معنا الهريسه نتاعنا خدومه في الدار في النظافه في كل شيء. بصحتكم ما تنساوش ديروا لنا جيم وبارطاج وحفظوا الفيديو. سلام.